السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمله خلية نحل بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة معلقتين سكر كبار، معلقة خميرة كبيرة، نص معلقة ملح، نص كوب زيت، كوب ونص حليب، 3 كوب دقيق زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. هنضيفه في العجانة السكر والخميرة والملح، وهنضيف فوقهم اللبن. ندوبه بقى السكر والملح والخميرة، كل ده في اللبن يكون دافي مش ساقع. زي ما انتم شايفين هندوبه كل ده مع بعضه. اهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك جميل منكم علشان يوصلكوا كل جديد اول ما ينزل. زي ما انتم شايفين هنضيف بقى ال3 كوب من الدقيق اهو. هنضيف بقى كل ده على بعضه علشان نعجنوا العجينة تبقى عجينة ناعمة معانا اهو. بعد كده هنضيف النص كوب من الزيت. كل حاجة قدام حضراتكم اهي سهلة. كل ده يدوب، كل السوائل دي كلها تدوب في العجينة والعجينة تشربها زي ما انتوا شايفين وتبقى ناعمة زي ما انتوا شايفين اهي. نلمها بقى اهو. عجينة ما فيهاش غلطة. نلمها بقى ونسيبها تخمر عشان نشكلها كور صغيرة ونحشيها اهو. اهو يا حبايبي بعد بقى اما تخمر اهي هلمها حلو علشان نبدأ بقى نشكلها. هنشكلها كور صغيرة متبقاش كبيرة، كور صغيرة كده عشان نقدروا نحشوها اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كل حاجة قدامكم اهو. شكلتها وقطعتها كلها اهي. هنحشوها بقى جبنة، صوص فراولة، شوكولاتة، اللي انتوا حابينه. متاح معاكم كل اللي انتوا حابينه. اهم حاجة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. شوفوا زي ما انا عاملة كده فردتها وحشيتها بالشوكولاتة اهو. هحشي معاكم كمان واحدة برضو اهوت. هعمل كل ده بقى هعمله في الصينية. هحشيه زي ما انتوا شايفين كده. يكون دهن الصينية مادة دهنية علشان احط فيها الكور دي كلها اهو. زي ما انتوا شايفين اهو. اهم حاجة صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنقطعها بقى كلها ونحشيها كلها زي ما انتوا شايفين كده في الصينية ونسيبها بقى تخمر. وبعد ما تخمر ندهنوها بصفار بيضة علشان تاخد لون حلو في الفرن. احنا مولعين الفرن على درجة 180 زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي اهو.
بدهنها اهو بالصفار البيضة، وبعد كده هرش عليها شوية سمسم او حبة البركة اللي متاح معاكم واللي عندكم. انا كان عندي سمسم رشته بالسمسم زي ما انتم شايفين، واحطها بقى في الفرن على نار 180، تكون مولعة الفرن من تحت، وهي هتحمر زي ما انتم شايفين كده. هسقيها بقى يا حبايبي، هسقيها عسل بالسيرم اللي هو الشربات اهو. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. طريقتها سهلة، ولو عجبتكم اعملوا لي لايك علشان اعرف اللي هي عجبتكم. هقدمها لكم كمان في الطبق واوريها لكم برضو اهو. هفتح لكم واحدة اهي يا حبايبي، من جوه هشة ازاي وقطنية، ومحشية من جوه جبنة جميلة اهي، وبألف هنا وشفا يا حبايبي.